يا صباح الفل. النهاردة أنا هعمل لكم بودرة السحلب بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة، ناجحة 100%. إن شاء الله الفيديو يعجبكم. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وإن شاء الله أقدم لكم كل جديد. أول حاجة أنا هعملها كوباية حليب بودر، كوباية رز مطحون، كوباية سكر بودر، ربع كوباية نشا، 3 معالق جوز هند ناعم، ومعاهم معلقتين زبيب، ودي ربع كوباية سمسم محمص. كل الحاجات دي هضيفها مع بعض. هضيف اللبن والرز والسكر البودر والسمسم وربع كوباية النشا وجوز الهند والزبيب. كل ده هضيفه مع بعضه، هقلبه كويس قوي، وهضيف عليه شوية فانيليا بودر عشان تديني الريحة اللي بتكون بره، اللي انتوا بتجيبوها من بره. بس كده، هي دي مكوناته سهلة وبسيطة جدا، موجودة في كل بيت. طبعا بتقلبيه كويس قوي وبتحطيه في البرطمان، يكون طبعا محكم بغطا محكم. وهنعمل مع بعض دلوقتي كوبايتين سحلب. دول كوبايتين حليب، هحط معاهم 3 معالق سحلب، وهتحليه حسب رغبتك. انا هحط معلقة سكر واحدة، وهقلبه كويس قوي لغاية ما يغلي. بس طبعا ايدي شغالة فيه عشان ما يكلكعش، لغاية ما يتخن معايا، وهصبه في الكوبايات. هتشوفوا النتيجة. دي النتيجة، سحلب تحفة، بجد تحفة وموفر جدا. ان شاء الله الفيديو عجبكم.